اهلا بيكم في قناة مطبخ الفيروز. معاكم ايمان، وهنعمل مع بعض النهاردة كبدة العربيات بتاعة الشارع بنفس الطعم ونفس الريحة اللي بتبقى هتجيبك كده، يعني عايز تروحي تشتري عشان خاطر الريحة. بس كملي معايا الفيديو للاخر وانا هقولك على كل التفاصيل. ده هنا نص كيلو كبدة بلدي، بنقطعه شرايح بالطول وبعد كده بقطعه مكعبات متساوية. حاولي تخلي الحجم كله قد بعضه. اول سر معانا بقى اللي هي الضاني. دي كانت ليا انا جايباها بقطعها مكعبات واحتفظ بيها في الفريزر. ابشريها مجمدا. بتاعه الشارع بيعملوها بالليه، عشان كده يبقى طعمها حلو جدا. هنا بقى قطعت معايا فلفل اخضر وبصل، بس بصلايه واحده بس، متكتريش بصل. نبدا هنا بقى نجهز الطاسه بتاعتنا. ضفت الزيت والليه، ابدا اديهم كده تقليبه واحده بس. مجرد ما ابدا اشم ريحه الليه اضيف الكبده بتاعتي على طول. جربوها باللي هي الضاني هتعجبكم جدا. لو مش متوفره عندك وانتي بتشتري الكبده، خلي الجزار يديكي قطعه بوش، اعملي قطعيها مكعبات واعمليها بيها برضو. نبدا هنا بقى نقلب الكبده مع بعض بعد ما بدات تاخد لون معايا. الكبده ما تقلبيش فيها كتير قوي، هي بس تبدا تاخد لون تبداي تقلبي يعني، وتقليب بالراحه قوي. هنا بقى خلاص كانت بدات ان هي استوت معانا. ضفت هنا فلفل اسمر وكمون، نشوحهم كده نديهم تقليبه ده بقى تشمي ريحتهم. بعد كده بقى ضفت البصل والفلفل. انا مش حابه ان انا اضيفهم في الاول، عشان انا مش عايزاهم يكونوا يتهروا معايا، لا انا عايزه يبقى ليهم طعمهم باين معانا واحنا بناكل. يعني احنا لما بنيجي نشتريها من بره بنلاقي الفلفل لونه اخضر والفلفل مش مهري. ما تضيفيهوش في الاول، ضيفيه لما تكون خلاص يعني داخله في يعني فاضل ان هي حاجه بس قوي تستوي. تقلبتين بس كده. هنا بقى ضفت الملح، ما كنتش ضفته. ملحي في الاخر، ما تملحيش في الاول. هنا بقى السر بتاعنا الريحه اللي بتبقى فارقه بقى وبتجيبنا فعلا من اخر الشارع، غير ريحه اللي طبعا. دي معلقه توم كبيره مفروم. هتبداي ان انت تفتحي فتحه من النص، تضيفي فيها المعلقه التوم دي وتبداي ان انت تشوحيها. التوم بيدي طعم للكبده وريحه حلوه جدا جدا جدا. اهي بدات خلاص كده بقى، ابتدت تاخد لون معانا. ابدا اضيف ليها كزبره ناشفه، ده اساسي. شوحيهم بقى مع بعض كده لحد ما تبداي تشمي ريحه التوم مع الكزبره. الريحه بقى عايزه اقول لكم بتبقى حلوه جدا، والطريقه بتاعتنا دي سهله قوي ومن غير بقى ما نضيف فحم، ويعني مش محتاجه تعقيدات كتير. جربوها بالطريقه دي وهتديكوا طعم حلو قوي. ان انتوا تعملوها باللي الضاني وتضيفوا التوم والكزبره كده في الاخر. وده بقى سر الصنعه. الطشه بقى دي الطشه بتاعه الكبده، معلقه الخل دي تضيفيها وتغطي وتسيبيها بقى، واطفي النار وسيبيها. هتيجي بقى تفتحيها هتلاقي ريحتها بقت حلوه قوي. يلا بينا بقى نجهز الطحينه على ما نسيب الكبده تاخد معانا ريحه شويه من التوم والكزبره. هنا ضفت 5 معالق طحينه على معلقه زبادي. ممكن تعمليها في الكبه وممكن تعمليها بالمضرب السلك. وضفت معلقه توم مفروم صغيره، نص معلقه. وضفت كمون وضفت بابريكا. وضفنا ملح طبعا. وهضيف خل او عصير ليمون، اللي ما بيحبش الخل يضيف عصير ليمون. هنا ضايفه معلقه واحده بس خل. والميه انا ضايفه كده يعني بمعدل ربع كوبايه. اضربهم بقى مع بعض كده زي ما حضراتكم شايفين في الكبه لحد ما يمتزجوا كلهم مع بعض. ممكن المضرب السلك اليدوي العادي او معلقه، مش لازما كبه. بس انا هنا يعني الطريقه دي بتبقى بالنسبه لي افضل واسهل. ابدا بقى اجيب اللي في الجوانب واضربها تاني. نبدا بقى ان احنا نكمل ضرب، لان احنا يعني عشان الجوانب كده جبنا كل اللي كان فيها وبقت معانا بالقوام دوت. انا كنت زودت شويه ميه كمان، يعني القوام بقى انت تتحكمي فيه زي ما انت شايفاه. وانا ضفت معلقه زيت صغيره وكانت معانا بالشكل ده. خدي بالك ما تخففيش الطحينه، ما تقليش الطحينه قصدي قوي عشان بتتقل. هنا بقى قلبت طبعا الكبده كده مع بعضها، لان انا كنت قفلت على طول وسبت الثوم والكزبره مكانهم. شايفين بقى جمال الكبده بتاعتنا والفلفل بنفس لونه ازاي. جربوا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. جربوها وعلى ضمانتي ما تقلقوش. هنا انا ما كنتش عاملاها بقى في عيش فينو، انا كنت عاملاها في عيش مخبوز كده فلاحي مع سلطه الطحينه.
والطماطم بقى والخيار والبصل الاخضر والليمون. احلى اكل للكبده طبعا بالعيش. شايفين شكلها معانا كان حلو ازاي؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير